تم اقتياد الرجل إلى ساحة الإعدام دون أن يعلم ما الذي يحدث. لم يدرك أنه قد تم خيانته إلا عندما أعلن الضابط عن جريمته بصوت عال. حاول بسرعة أن يشرح أنه بريء، لكن المجرم الذي كان يقف بجانبه تكلم أولاً. كان المجرم على وشك أن يقول نفس الكلام الذي كان الرجل سيقوله. عند رؤية هذا، ادعى الرجل أنه صديق مقرب من المدير. في تلك اللحظة، بدأ الشقيقان الواقفان بجانبه في البكاء، وقالا إن والدهما هو المدير نفسه، ومع ذلك تم جلبهما إلى هنا ليعدما دون سبب واضح. لكن الضابط لم يعر أي اهتمام لكلامهم، وأمر رجاله بإطلاق النار فوراً. حاول الرجل التفكير في طريقة أخرى للهرب، فغرس حبة فلفل حار في التربة، لكن الشخص الذي بجانبه كان ينوي فعل الشيء نفسه. عندها أمر الضابط بالاستعداد لإطلاق النار. انفجر ذلك الشخص في ضحك هستيري، وفي لحظة إطلاق النار ركل الأرض بقوة، فطارت التربة واندفع الجنود إلى الوراء، ثم قفز ذلك الشخص عالياً وطار بمحاذاة الجدار، لكنه ما لبث أن تحطم بصاروخ أطلق عليه في الجو. تجمد الرجل في مكانه من الصدمة، وبينما كانوا يهمون بالتعامل معه، أخرج ورقة مالية من فئة $100. أخذها رجال الضابط وسمحوا له بالرحيل، وقبل أن يغادر وزع السجائر على الجنود. وهكذا نجا الرجل من الخطر بأعجوبة.